بعد الفيديو ده أوعدكم إنكم عمركم ما هتجيبوا كفتة من الحاتي تاني، هتقولوا لي ليه؟ هاقول لكم عشان أنا هاعملها في البيت وهاعملها كمان في الفرن، ولا هتحتاج بقى شواية فحم ولا هتحتاج شواية، مش هتحتاج حاجة غير صينية حلوة والفرن بتاعكم الجميل. تعالوا بقى أديكم أسرار الكفتة، معاكم أبانوب ويلا نبدأ. عندي كده بصلتين كبار طبعًا مبشورين بشر ناعم، وكمان حطيت عليهم رشة من الملح علشان البصل ينزل ميته. خطوة مهمة أوي في كفتة الحاتي علشان ما تفكش منِّك على النار، لازم البصل يكون ناعم، وكمان البصل يكون ما فيهوش ولا نقطة مَيّة، تمام؟ هتقولوا لي طَب المَيّة اللي إحنا صفيناها دي هتودّيها فين؟ هاقول لكم تعالوا أنا أقول لكم، هاخد المَيّة بتاعة البصل دي أحط عليها كده معلقتين كبار من الزيت، أي زيت عندكم، وعندي شوية بهارات، إيه هُم؟ رشة بسيطة من الملح، ورشة بسيطة من البابريكا. هتقولوا لي اشمعنى؟ هاقول لكم علشان دول اللي أنا هاصبّع بيهم الكفتة عشان يبقى طعمها حلو وجميل. هتقولوا لي طب وبعدين؟ تعالوا بقى أقول لكم الكفتة أسرارها بقى. عندي بقى نُص كيلو اللحمة المفرومة ده وفيها نسبة دهن، وأنتم كده بتجيبوها من الجزار تقولوا له إحنا هنعملها كفتة يا ريت تخلّي فيها نسبة دهن، تمام؟ هاحط بقى شوية توابل بساط خالص، عندي كده معلقة ونُص صغيّرين من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة إلا ربع من ال7 بهارات أو معلقة يعني، ومعلقة صغيّرة من الbaking powder عشان تنفش وحلوة وتكون كده إيه، هشة من جوّه ما تبقاش إيه، مكبوسة وتاكلوها تقولوا إيه يا عم ده مش شبه كفتة الحاتي خالص. في ناس بتحب تحط شوية إضافات، في ناس بتحب تحط برغل، في ناس بتحب تحط بقدونس، اللي أنتم عاوزينه، في ناس بتحط فول صويا. كل ده إضافات، بس أنا النهارده هاعملها على الطريقة الإيه، الأولية خالص زي ما إحنا ما اتعلمناها. بعد كده بقى عندي بقى في ناس بتقول لك طب إحنا هنعملها إزاي من غير أسياخ؟ بُصّوا دي معلقة خشب عادي خالص، في أي سِت بيت عندها إيه، في جهازها المعلقة دي. هناخد المعلقة وأدهنها شوية من الخلطة اللي أنا عملتها، اللي هي مَيّة البصل والزيت والملح والبابريكا، وهابدأ كده إيه، أصبّع بقى صُباع الكفتة. طبعًا هتقولوا لي مش لابس gloves ليه؟ هاقول لكم أنا غاسل إيدي قبل الفيديو. هابدأ بقى إيه، آخد صُباع الكفتة الحلو ده وأحطه في صينية. هتقولوا لي الصينية أنت داهنها حاجة؟ هاقول لكم لأ. هتقولوا لي مش هتلزق؟ هاقول لكم لأ. هتقولوا لي إزاي؟ هاقول لكم مع خلطة مَيّة البصل والزيت والملح والبابريكا مش هيخلّوها تلزق، وهيخلّوها إيه، لونها حلو كده وجميل زي اللي إحنا بناكلها من برّه. بُصّوا يا جماعة الحلاوة والجمال، بُصّوا أهو، هابدأ بقى آخُد الكفتة بتاعتي وأبدأ بقى أحطها في الصينية علشان إيه، علشان تدخل مرحلة الشوي. عملت بقى الكفتة بتاعتي كلّها، بُصّوا يا جماعة شكل الكفتة حلو وجميل إزاي، حاجة بجد تفتح النِفس. دخلت على درجة حرارة 180، قعدت بتاع تِلت ساعة وحطيت لها فحم كده طشيته بشوية إيه، بشوية سمنة ويا ريت يكونوا سخنين. بُصّوا يا جماعة الشكل حلاوة وجمال ما فيش بعد كده. النهارده عملت الكفتة اللي إحنا بناكلها عند الحاتي بس بطريقة سهلة جدًا وفي الفرن. لو أنتم بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا لي follow، لو أنتم بتتفرجوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا subscribe. باي باي.